ميلت داون. وعلى فكره الفيلم ده من اخراج كارلوس سالدانا، وبيسعدنا جدا ان احنا نستضيف السيده شويكار خليفه. It's so buoyant, it actually floats! Come on, don't listen to him. Fast Tony would sell his own mother for a grape. Are you making an offer? It's all part of my AccuWeather forecast. The 5-day outlook is calling for intense flooding, followed by the end of the world! With a slight chance of patchy sunshine. زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان انا بيسعدني جدا استضافه المخرجه شويكار خليفه لمناقشه فيلم ايس ايج ذا ميلت داون. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. الاول كنا عايزين نتكلم عن الاحداث اللي بيدور حواليها الفيلم ده ايه؟ هو الاحداث في عصر الجليدي، وفي خطوره ان الجليد بيدوب وبيحصل فيضان، ففي خوف والناس بتلم بعضها او الحيوانات دي بتدور تهرب ازاي، وان الحياه اللي هم كانوا عايشينها دي ممكن تغرق ويبقى في فيضان وكده. فبتتوجد بقى الروابط اللي هو ازاي يعني يبقوا على حياتهم، وازاي اللي لوحده يلحق يبقى يلاقي يتحمي في حد. وفي قصه حب لطيفه بتتكون بين ماني الميموس وماني وإيلي الشخصيه الجميله بتضاف للجزء الثاني. ففيها وفي نفس الوقت النمر اللي هو دايما صياد ودايما مسافر ودايما بيدور على فريسه، في وقت الخطر بيلجأوا له بيحصل يعني او بيساعدهم. فهي قصه يعني جميله، وطبعا معموله بطريقه والفيلم يعني ملحوظ ان هو مش بيخاطب الاطفال، لا هو فاميلي. فاميلي ككل. بالظبط. تقريبا معظم الافلام الكرتونيه او ال 3 دي اللي هو المجسمه بقت بتخاطب الفاميلي اكتر يعني. ايه يعني بصفه حضرتك طبعا مخرجه، فعايزين نسال عن الشروط اللي لازم تكون موجوده او متاحه عشان يتم انتاج فيلم زي ايس ايج. انه يكون اولا في الرغبه اللي بجد ان انا انتج عمل فني محترم. الافكار كتير، ولو تلاحظ ان في الافلام اللي زي دي الافكار بتبقى مضامنها بسيطه وانسانيه، فالافكار موجوده، ولكن يتبقى بقى ان يبقى في انتاج متميز عارف يعني ايه هيحطوا فلوسه في شغل هياخد سنين عشان يتنفذ، حاجه تبقى فعلا زي ما احنا بنقول كده حاجه للفاميلي. وفي نفس الوقت بقى في الكتابه او في الكاتب السيناريست يعني لازم يكون خياله واسع جدا ومبتكر، وفي نفس الوقت في طرافه وفن. يعني انت اي شخصيه من الشخصيات اللي بتلاقيها في اي فيلم من دول لازم بتلاقي فيها جوانب طريفه، او اللي ملوش سنان، اللي بيتكلم بسرعه مش مفهوم. ففي حاجات لازم تضاف يعني تتخلق منها شخصيات محبوبه تحبها الاطفال. وبالذات كمان ان يمكن الانيميشن ملوش حدود او يعني خالص ليميت، مفيش ليميت لتفكير الفنان. يعني بقت دلوقتي الحكايه يعني لو انت فكرت في فكره وهي مش موجوده حاليا طريقه تنفيذها، في شركات مخصوص تعمل لك السوفت وير اللي ينفذ لك الفكره اللي انت عاوز تعملها. نبتدي نتكلم عن التكنيكس اللي موجوده في الفيلم ده. ايه التكنيكس اللي تم استخدامها علشان يطلع الفيلم ده؟ هو الموضوع اساسا ان المخرج اللي هو كريس ويتش ده من المؤسسين لشركه اسمها بلو سكاي، اللي هي استوديوز يعني من ضمن مجموعه ناس، وانتج قبل كده باني وخد عليه الاوسكار. المواضيع دي عندهم لما بتحقق نتائج مفيش حاجه بتقف، النتائج بتسرع بانك تعمل انتاج احسن. فعملوا جانبها شركه تعمل سوفت وير للاضاءه بس، بحيث انك لما تتفرج تكتشف انك كانك بتتفرج على حاجه حيه. فالتكنيك في الفيلم ده بالذات، ولو نبدا بس برضو قبل كده قبل الفيلم ده او اي فيلم ممكن ازاي نعمله، بتبدا بالفكره طبعا، وبعدين بيبتدي في فنانين يعملوا الشخصيات ويعملوا سكتش وياخدوا وقتهم بيعملوها كمان من صلصال كمان بعد السكتشات، وبعد ما بيتفق عليها بيتعمل لها الموديل اللي هو الصلصال. يعني في الشخصيه بتاعت سكرابت في الفيلم التمثال بتاعه قعد ينحته 3 أسابيع، ده تمثال واحد بيتنحت في 3 أسابيع. قيس على كده الوقت، ولو هتعمل اكتر من تمثال للشخصيه الواحده قيس على كده برضو بتعمله في وقت قد ايه.
بعد التمثال الموديل ما بيتعمل، طبعا الستوري بورد بيتعمل لو القصة وبيتشرح بتتكتب. تماما لكل العاملين في الفن، في العمل الفني. بعد كده بيتعمل اللي هو قلنا الموديلنج ده اللي هو الصلصال، بيتعمل له ديجيتايزنج عشان يدخل الكمبيوتر، يتنفذ على الكمبيوتر ازاي. فبيتعمل مثلا بالاكس راي، يلفوا كل التمثال ده بيتنقل على الكمبيوتر بالويفز بالموجات. وسلوك. يبقى كانه يجسم بقى. هنا بيتحط له بقى العينين، الودان، نبتدي نبني على ده الهيكل نفسه. بالظبط. وبعدين بعد كده خطوه ثانيه يجي بقى الانيميشن اللي هو قسم التحريك اللي هيحرك الشخصيه دي. الشخصيه دي مميزاتها ايه؟ حركتها سريعه، بطيئه، بتمشي برجل واحده، يعني ايا كانت المواصفات. تاخد وقت فظيع في الانيميشن، حقها تماما في الانيميشن. بعد الانيميشن ما يتعمل وخلاص استقرينا عليه واتجسمت الشخصيه، نبتدي نحط الماتيريال. يعني هيبقى فرو مثلا، جسمه ايه، الملمس نفسه يبقى التكتشر اللي هو بتاع جسمه، في فرو، في جلد، والعضلات والماسلز والسكين، يعني كل الحاجات دي تتحط علشان اللي هو يتحرك باي حركه يبقى الانيميتور عارف ان هو بيشتغل من حاجه مجسمه ليها عضلاتها وليها حركتها وكده. خلصت الماتيريال اتحط. موضوع كبير قوي على فكره. كبير جدا. وعشان كده بياخد سنين في التنفيذ، وكل تفصيله منه ليها شغل يعني. بعد الماتيريال ما بيتحط في بقى الاضاءه بتلعب دور غير عادي طبعا. يعني الفيلم ده بالذات متصمم له سوفت وير مخصوص للاضاءه بتاعته، بحيث انك لو تلاحظ مثلا في الذيل بتاع الحيوانات او في الفرو، كل شعرايه في الفرو راميه ظل. ازاي ده؟ انت لو يعني لايف هيبقى كده يعني. ها صح. فازاي يعملوا بس جو الايس ايج، ازاي يعملوا جو اللي هو كله بارد، لان طبعا التلج. وبعدين ازاي يعملوا الميه، برامج تنفيذ الميه اللي هو بيسد الجبل بايديه وبعدين تطلع ميه من هنا برجليه. يعني كل ده تكنيكات مختلفه كان اكنها واقع، يعني الواحد ممكن يتفرج على فيلم. هو كان التحدي ان هم بيطلعوا شيء واقعي. بالظبط. في ناس تانية مثلا بتقول فيلم معمول بميه وحاجه سهله جدا ومش مشكله، انا ممكن اعمل اي حاجه بميه وننتجها وخلاص. لا، ما هو ده اللي ممكن الواحد يعني اللي مش ايده في الشغل. اللي ايده في الشغل بيطور نفسه اول باول، والميه دي ممكن تبقى مرحله واكمل عليها بحاجه ثانيه. صح. احنا مش بنستقل باي تمام. اجهزه او اي برامج. ف يعني شيء طب من وجهه نظر حضرتك ليه حصل في الفتره اللي فاتت زياده كبير جدا في انتاج الافلام الانيميشن؟ ما هو اصل السينما ما هي صناعه وتجاره وفن. انت حققت الفن وحققت الصناعه انك بتنتج، التجاره بقى انك بتسوق وبتجيب فلوس. طب ليه ما تنتجش تاني؟ صح. واجيب فلوس تاني. وبجيب فلوس تاني واجود. صح. هنا الفرق ان انا بجود دايما. في فرق دايما عن اي فيلم عن اللي قبله. لو في مثلا بيعمل 1 و 2 لازم بتلاقي فرق. يعني الشخصيات دي انتجت لانها اتحبت في الجزء الاول في الايس ايج 1 بالظبط، فتعمل لها جزء تاني واعتقد ان هي محققه نجاح جميل. يعني هو الكلام لا ينتهي عن الكرتون. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله في المستقبل القريب جدا نلاقي فيلم مصري بينتج ان شاء الله ويعرض برضه في السينما ان شاء الله. واحنا بنستاذن حضرتك نشوف جزء صغير من فيلم ايس ايج ذا ميلت داون. ميرسي جدا. Gave me down and called me a mole rat. You found another mammoth. Where? Wait a minute. I thought mammoths were extinct. What are you looking at me for?